وخصوصا قطاعات المدن. ومن الصدفة أنها كانت خاصة المصادقة أو تمثيلها. اليوم كيف ما شاهدتوا معنا كانت ندوة اللي صراحة كتفرح وكتخلينا أننا نحسوا بطبيعة العمل الجاد اللي كيقوم به المجتمع المدني داخل حي بوحوت. هذا الإطار الجمعوي الجديد اللي انضاف لهذا الحي الآن كيبصم على ندوة متميزة، ندوة اللي حاولت تقارب موضوع شائك جدا داخل الحي اللي هو موضوع النظافة. طبعا المتدخلين كانوا من مشارب متعددة، كاين الأغلبية المسيرة لجامعة طنجة، كاين المعارضة، كاين الناس اللي تشتغل على ما هو تقني، ممثلين للشركة، كاين كذلك حضور حقوقي. إذا الرهان اليوم كان رهان على كسب ندوة متميزة. أعتقد أن جمعية منارة بوحوت اليوم كسبت الرهان وبصمت على انطلاقة قوية جدا. هذه الانطلاقة اللي تضافرت فيها جهود ومجموعة من المتدخلين. كان اليوم نقاش شفاف، نقاش واضح حول واقع وآفاق قطاع النظافة في حي بوحوت. الندوة ما اكتفتش فقط أو ما اكتفوش فقط فيها المتدخلين بالحديث عن الإكراهات اللي كيعيشها هذا الحي مع قطاع النظافة، اللي هي إكراهات حقيقية واقعية ومؤسفة، ولكن كذلك كانت توصيات مهمة جدا. من المفروض أنها التوصيات تم الاتفاق أنها تقدم بشكل جماعي في إطار جماعي كما قلت بمقاربة تشاركية، ترفع آنذاك إلى جماعة طنجة وإلى الشركة المعنية بهذا القطاع داخل تراب بني مكادة اللي الحي جزء منه. نتمناو أن التوصيات تأخذ الطريق ديالها إلى التنزيل، ونعيشوا مع حي أجمل، مع حي أنظف. وما ننسوش أن هذا الحي كذلك المجتمع المدني كانت عنده فيه تجارب مهمة جدا، خاصة فيما يتعلق بتدبير نفايات عيد الأضحى. كنظن أن التجارب مثل هذه ممكن نستافدوا منها، وكذلك ممكن نستافدوا من استحضار الخصوصيات المجاليه، الجغرافيه، العمرانيه، السوسيو اقتصاديه، السوسيو ثقافيه اللي كيميز هذا الحي. اذا استحضرنا هذه المعطيات فعلا غنكونوا قادرين مجموعين كمجتمع مدني، كفاعلين سياسيين، كجماعه، كمقاطعه، كشركه، على اننا نربحوا رهان النظافه داخل حي بوحوت. جمعيه منارة بوحوت جمعيه حديثه يتاسس بصفتي اسماعيل بوكير رئيس جمعيه منارة بوحوت، قمنا بواحد النشاط بيئي اللي عباره عن ندوه بيئيه تحت عنوان واقع وافاق قطاع النظافه داخل الحي اللي كنمثلوا فيه حنا عايشين فيه، الحي اللي عندنا واحد المشكل حتى الشركه، يعني ولوج الاليات، كاينه مشاكل عراقل من الحملات التحسيسيه الساكنه، كاينه بزاف. على اساس نخرجوا من هذه الندوه بمقترحات وبتوصيات ان شاء الله مور العيد غنراسلوا الجهات المعنيه مذكره وبتوصيات باش نفعلوا لهذه الندوه. هذه الندوه ما خصهاش تبقى محبوسه في هذه القاعه، هذه الندوه خصها تكون ما بعد العيد ان شاء الله نخرجوا بتوصيات اللي غنقرروها حنا كجمعيه ونرسلوا السلطات المعنيه باش نشوفوا حي بوحوت بعدك هذيك من انقى الاحياء. المشكل اللي ديال الخصاص اللي وقع في النظافه داخل الحي بوحوت، لان حي بوحوت كانت عنده نقول لك جوج د الطرنوس في النهار، كانوا جوج المراحل وكنا ان شاء الله ماشي نتساعدوا. جات الشركه عملت واحد البرنامج من 8 ل 10 بوحده، ولكن ما ديك 8 ل 10 ما كيتهاش النفايات، ما كيتجمعوش من 8 ل 10، كتبقى الوحده جوج حتى 3. ان حي كبير، الكثافه السكانيه كبيره، من اكبر الاحياء في مقاطعه بني مكاده، اللي هذا الحي ديما مهمش. وشكرا لكم. يعني يمكن ديك الزبر كامل
زائد ان الاخر اللي خرج بالزبل ديالو هكذا غيسيبوا له فوق الطريق بوردور معنا. السلام عليكم. بعدا معكم السي محمد زين الدين، مستشار جمعيه مناره بوحدوث للتنميه والتضامن. حنا الحمد لله قمنا باول نشاط ديالنا كجمعيه ديال الحي اللي هو واقع وافاق النظافه بحي بوحوت كنموذج. ولكن حنا كانت عندنا صراحه الندوه زعما على حساب مقاطعه ديال المملكه كامله، ماشي زعما غير حي بوحوت، ولكن حنا حي بوحوت خديناه كنموذج. هذا الحاجه الاولى. بالنسبه المساله الثانيه ان شاء الله يسدي ربي، كون معنا السيد غيلان، وكان معنا الناس اللي كاين ديال المعارضه بالنسبه للبروحوسي بلال اكوح، وكان معنا الفاعلين الجمعويين. وخصنا نقوموا بواحد التوصيات اللي خصهم يخرجوا معنا ان شاء الله يا ربي. راه درنا معهم ان شاء الله مور العيد، يعني بالنسبه باش ما نخسروش كاع البرنامج ديالهم في هاد السيمانه هذه ديال البيريود دابا ديال العيد. يعني يقوموا بالبرنامج ديالهم ان شاء الله يا ربي، ومن بعد غادي نخرجوا ان شاء الله بواحد الندوه اخرى، ولا غنجلس معهم مثلا شي جلسه هكذا اللي غنشوفوا فيها التوصيات اللي غادي نخرجوا بها بالنسبه لحي بوحوت كقطاع النظافه بعدا، اللي هو مثلا كاقتراحات ديالنا وكواحد المساله اللي ما غتخليهاش يعني النظافه ترتقي بعدا واحد شويه بعدا في حي بوحوت. وشكرا سيدي، تبارك الله عليكم.